انا شايف ان المدربين مسؤولين بشكل كبير جدا عن قتل العيال الصغيره وقتل الباور والسبيد في العيال الصغيره. من كتر ما هم بيدوا تمارين ما فيهاش راحات ما فيهاش باور عالي، اللعيب مش هيقدر يدي 100%. لو انت بتدرب لاعب في فرقه مثلا معينه بتدربه بره، الموضوع بيبقى معاناه ملهاش حل. معظم النوادي في مصر اللاعبين مش راضيين عن السيرفيس بتاعت الفتنس اللي بتقدم لهم تجاه النادي يعني، فبيضطر يلجا لمدرب بره. المدرب اللي بره ده بيعاني عشان يقدر يظبط له الحمل بحيث ان هو ما يبقاش اوفرلود عليه وفي نفس الوقت يقدر يستفيد. كرة القدم أنا بالنسبة لي هي أصعب حاجة فيها تقنين أو تخطيط حمل في الألعاب كلها، بسبب الكومبيتيشنز، بسبب السيتويشنز اللي أنت بتتعرض لها بشكل مختلف. في لاعب كنت متابع معاه هو بيلعب درجة أولى، هو مقتنع إن هو سريع، هو على فكرة حد مثقف جدا وفاهم جدا جدا الجزئيات بتاعتنا دي، بس هو بيقول إن هو سريع. هو بيقول لك يا كابتن أنا مش شايف نفسي بطيء. فأنا بدأت أوضح له حتة الأكسلريشن والمشكلة بتاعتها جاية منين وهكذا. هو على فكرة السترينث بتاعه كان كويس جدا، بس هو كان ناقص يبقى عنده اكسبلوسيفنس من الاخر. مجرد ما هو ظبطها هو حس باختلاف فظيع. انا محتاج ابر بادي سترينث ولا لا؟ انت طبعا محتاج ابر بادي سترينث، وهينفعك في كل حاجه، التحامات هينفعك في جري، هينفعك في كل حاجه، بس ده مش معناه ان انت تلعب بنج وباي ظهر وتراي ترابيس. يا سلام عليكم، عاملين ايه؟ حلقه النهارده مع صديق عزيز جدا جدا ليا وهو كابتن محمد سمير. كابتن محمد سمير يعني يعتبر احنا بدأنا سوا مجال التدريب بتاعنا، بعد كده كل واحد اتفرع وتخصص في التخصص بتاعه، بس بدايتنا كانت يعتبر احنا الاثنين سوا. يعني حاولنا نتكلم في الحلقه دي عن المواضيع الاساسيه اللي لعيب الكوره او مدرب اللي يمرن كوره تقدر تفيده، واللعيب يقدر ياخد المعلومات دي يطبقها في اقرب وقت ممكن. حاولنا نخلي الموضوع عملي على قد ما نقدر وفي معلومات فعلا حقيقيه ومن ارض الملعب، وده بسبب ان كابتن سمير اصلا هو مطور اداء وبيحاضر في الفانكشن تريننج وفي السترينث اند كونديشننج في اكاديميات كتير، وهو معد بدني بتاع قطاع الناشئين في نادي لافيينا، ومؤسس اليت اكاديمي لتدريب الكوره والاعداد البدني، وهو الفانكشن تريننج مانجر والسترينث اند كونديشننج مانجر في وورلد جيم. ان شاء الله الحلقه دي تعجبكم، ولو عندكم اي سؤال او عايزين الجست الجاي والحلقه الجايه تكون عن ايه سيبوا لي كومنت وقولوا لي رايكم. اخي كابتن سمير صباح الفل. حبيبي يا كابتن عبد الرحمن، اخويا وصديقي الصدوق. يعني مش كل الناس تبقى عارفه ان احنا يعني انت اول حد دخلني في المجال اساسا، الناس مش عارفه القصه دي وانت مش عايز يعني نحكي القصه دي. بلاش عشان حاسس دي تفاصيل مش ظريفه ممكن تتحكي. اه لا انا خلينا مش في مش هستر عليك قوي صراحه. السكيب الجزء دي. لا براحتك بقى، انت شوف انت إيه المناسب بالنسبه لك واعملها يا باشا. بس يعني لما كنت في اولى كليه اول انترفيو عملته في حياتي كان مع كابتن سمير. ف... تمام. لا دي حلو حاجه كده. دي حاجه يعني جامده جدا. انا افتكرت فاحنا الموضوع دلوقتي ده بقى من كذا بنعمل. يوم وقعدت اضحك ضحك يعني. ايوه ما بص انت بعت مبالغ لي. فيه يعني. بس هو الفكره ان زي ما انت قلت في حلقه دكتور محمود فرج احنا ما كناش فاهمين اي حاجه. ايوه ايوه. في في حاجه رقم بقى عضله معين. محضرها لك مفاجاه بقى ممكن انت ما تعرفهاش، نفجرها اه بقى للساده المشاهدين. اللي انا بعد ما عملت معاك الانترفيو ده قلت ايه ده، هو فاكر ان المذاكره كلها نت ومش عارف ايه وبتاع وكده. فكتبت بوست على الفيسبوك، اه قلت يا جماعه لا مش اي حد يذاكر من على النت يبقى مدرب ومش عارف ايه وبتاع. سامحنا يا صديقي اه والله شيت. حصل. انا اول مره في المعلومه دي. صدمه ها. ايه اي ده انا خدمه. اول مره اعرفها بجد. فجرت لك مفاجاه شوف عشان شوف احنا الحلقه اصحاب يكون بقالنا كام ليها سنه فاليو اول معين. مره اعرفها إيه يا ابن اللذينه. بس على سامحني فكره والله كان معاك انا. حق عامه. يعني برضه والله. يعني كنا ودينا مذاكره كده مفيش معلومات. اه بالظبط. ومتذكر ايام فالنهارده بقى. المذاكره بتاعت اول كورس درسناه مع بعض، اه طبعا. اللي هو يلا دكتور انا وانت محمود. مش بنفهم يلا نفهم بقى. نروح نقعد على القهوه ونقعد نعمل خطه ونكتب بقى بالظبط. ونرسم وبتاع. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فبقى بعد الكام سنه دول يا شباب بقى احنا جايين نحكي لكم بقى ايه الدنيا ماشيه ازاي بقى. دلوقتي احنا جبنا لكم من ورا بالظبط. قوي بقى، بس نقول لكم دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. الحلقه دي ناس كتير صراحه سالتني عليها، في ناس كتير قوي مهتمه انها تعرف عن الكوره. انا بالنسبه لي اكتر حد عنده خبره عمليه في الكوره واثق فيه في دماغه يعني وبيتعامل مع حاجه انا ما اقدرش اعملها صراحه. انت بتعمل حاجه ما اقدرش اعملها، بتتعامل مع الناشئين السن والجيل اللي هو الصغير. البرايم بقى والعيال الصغيره دي. السن الصغير ده انا بص يعني بتعب. هو بص هو عادي. انت ما شاء الله بس عليك. انت تقدر تتعامل، بس الكلام لو انت مستغني عن شعرك.
هتعرف تتعمل. هي ملهاش علاقه، هي ليها علاقه بقدره تحملك، انت هتعرف تصبر لغايه امتى هتدفع يعني، كام؟ فاهم؟ تدفع اه ايه؟ بالظبط أيوة. كده يعني. جامد والله. فانا عارف انت مش هتستنى عن شعرك، فخلاص كده يعني. لا الشعر ما خلاص يعني بقى جزء من شخصيتي خلاص. بالظبط. طيب خلينا نخش بقى في الايه، في الكلام اللي بجد. تمام. آه، الكرة لعبة مميزة، بس كل حد بكلمه بيبقى يعني جاي من باك جراوند رياضة معينة. لما بكلم حد بتاع تنس، حد بتاع سكواش، حد بتاع رياضات قتالية، حد بتاع كورة، كل واحد شايف ان رياضته مميزة جدا، والتمارين اللي هي محتاجاها يعني ما ينفعش يبقى التمرين اللي بيتمرنها لعيب الكورة مستحيل يكون بيتمرنها لعيب السكواش ومش عارف مين، لان مم. كل واحد جاي من حتة معينة. اللي بيميزنا ان احنا جينا من اللامكان وتخصصنا. يعني انت بالظبط. جاي معاك العلوم الاساسيه، الدنيا المفروض يا جماعه ده علم، مم. خد ده الانسان بيتحرك كذا، الرياضات بتحتاج كذا كذا كذا، تعمل تخصص في الرياضه دي لما اللعيب يوصل لمرحله معينه، وعندك معلومات يعني اساسيه. بعد كده تروح تدرس الرياضه وتفهمها، وتطبق بقى العلوم اللي عندك في الرياضه دي. فانا عايز اعرف منك ايه فعلا المميز في الكوره عن باقي الرياضات، طبعا من الناحيه البدنيه يعني. بص، هو الحته اللي انت ذكرتها في الاول دي ممتازه جدا، لان هي فعلا كانت على بالي من كام يوم. حته اللي احنا دارسين الدنيا من فوق وبنبدا نتخصص. لما جيت بحثت اكتر في الفرق الاوروبيه الكبيره، لو انت جيت فتحت مثلا سي في اي هيد كوتش للبرفورمانس او للفتنس او فتنس دايركتور، هتلاقيه مثلا ان هو في البريمير ليج من 2005، هتلاقي حد من 2010. هتلاقي الاكسبيرينس بتاعت الناس دي عاليه جدا جدا جدا. فطبعا ده ان دل على شيء هيدل على ان هم شغالين بشكل سبيسيفيك جدا جدا في الكوره. بس انا عندي ايمان ان ده انت بتوصل له في مرحله معينه في عمرك كمدرب. يعني لو انت خلاص قررت ان انت تكمل في الكوره مدى الحياه، خلاص انت هتبدا تتخصص فيها. انا شخصيا برضو حاطط نفسي مسار زي كده، انا عارف ان انا هكمل في الكوره عشان دي حاجه انا حاببها. فهيجي وقت من الاوقات خلاص انا هيبقى تركيزي كله مثلا في نوادي معينه، في سيرفيس هقدمها معينه، وهكذا. حته بقى الجزء الجنرال هو اساسي، لان الناس اللي بتخش دايركت على الكوره من غير ما يكون عندهم البيزك ساينس، او ان انا ازاي ابروجرام اصلا حاجه لحد يتدربها، ان انا اعمل اسسمنت اللاعب، ان انا اعرف المشاكل اللي عنده ايه. ده بقى بيخلينا نشوف النتائج الكارثيه اللي احنا بنشوفها، اللي هو تدريب فتنس الكوره. انت طبعا فاهم انا اقصد ايه. انا طبعا فاهم. الحاجات اللي احنا بنشوفها بالظبط. ايوه. فهو الاثنين هم عاملين مكملين. اول حاجه انت بتبدا بالبيزك، بعد كده بتخش على الشكل السبيسيفيك. كره القدم انا شايف الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليها فعلا كومبليكيتد شويه التشالنجز، كومبيتيشنز كتير. اه من آه، حيث الموسم يعني. بالظبط ده كده. حقيقي هو فعلا حاجه مميزه فيها جدا فعلا. بالظبط. ولو انت بتدرب لاعب في فرقه مثلا معينه، بتدربه بره الفرقه دي، الموضوع بيبقى معاناه ملهاش حل. لان هو انت بتضطر تدربه على اساس الحمل بتاع النادي. انت مش عارف بكره في الخطوه الجايه ايه، تمرين. مش عارف التمرين الجاي تعمل بالظبط فيها كده. ايه. بالظبط. خصوصا مم. ان معظم النوادي في مصر اللاعبين مش راضيين عن السيرفيس بتاعه الفتنس اللي بتقدم لهم تجاه النادي يعني. فبيضطر يلجأ لمدرب بره. المدرب اللي بره ده بيعاني عشان يقدر يظبط له الحمل، بحيث ان هو ما يبقاش اوفرلود عليه وفي نفس الوقت يقدر يستفيد. انما لو احنا هنيجي نتكلم في حاجات بيزك، هنلاقينا بنتكلم في الحاجات العاديه: سترينث، ستامينا، موبيليتي، اجيليتي، سبيد، باور. بس. كل الحاجات اللي انت شايف العناصر البدنيه مفيش بالظبط كده. اختلاف، مفيش فيها حنكه يعني. انت شايف بالظبط المميز كده. فعلا هو ازاي توزع الاحمال على الموسم، يعني هي فكره فعلا تخطيط احمال. يعني بالظبط. هي هي كرة القدم انا بالنسبه لي هي اصعب حاجه فيها تقنين او تخطيط حمل في الالعاب كلها، بسبب الكومبيتيشنز، بسبب السيتويشنز اللي انت بتتعرض لها بشكل مختلف. انت في ماتشات في الدوري الاسباني في لعيبه معينه عملوا سبرنت، تتخيل قد ايه؟ 100 متر. بس ده السبرنت اللي هو الماكسيمم انا فاهم فيلوسيتي ايوه او أيوة. السبيد.
100 متر هو بس. هتلاقيه يجري مثلا 12 كيلو ولا حاجه، بس منهم مثلا منهم 100 100 متر متر سبرنت. اه. بالظبط. وفي ممكن من 100 ل 800. 800 رقم كبير شويه ان هو يجري سبرنت. طب من في اضعاف حد الشخص ممكن التاني. بالظبط، في حد ممكن مم. مثلا يجري الماتش كله 7 كيلو، في حد ممكن يجري 12 كيلو. فده خلى في التراكرز هي اللي بتطلع لنا الرقم بتاع اللاعب ده جري في الماتش قد ايه، وبناء بقى على الحاجات دي بنبدا ننسقها وهكذا. وعشان كده الفرق بره، الفرق الكبيره، بيكون في تيم مثلا مكون يجي من 20 فرد مسؤول عن ديتا. البرفورمانس او اه. كله. هم بقى مم. الجوب ديسكريبشن بتاعهم مختلف. في حد هو مدرب، في حد مساعد مدرب، في حد مثلا اللي هو يجمع داتا بتاعت اللعيبه، في حد يبدا يعمل اناليسيز للاداء بتاع اللعيبه اليومي وهكذا. كل ده يعني ناس بتاخد قرارات بناء على مش على كتاب او على خطه محكمه، لان انت ما تقدرش تعمل خطه محكمه. دي مشكلتي بالظبط. برضو مع الناس اللي بتتسحل قوي في البريودايزيشن. البريودايزيشن ده يعني بالعربي هو تخطيط الاحمال، ان انت ازاي تعمل خطه سنويه. بالظبط. بنعمله اكسلات ملونه وجامده وكل حاجه. تطبيقها اللي انت هتطبقه منه على ارض الواقع مش هيحصل قوي في وقت كومبيتيشن كتير. لان انت عندك زي ما تقول في لعيب بيجري 100 متر في يجري 800 متر. ممكن اللعيب ده يتصاب فيريح، اللعيب ده مش عارف مين المدرب مش بيحبه فما نزلوش. في بالظبط. قصص كتير. بتحصل. وبتحصل بره على فيعني فكره برضه، مش في مصر هنا ايوه بس طبيعي بتحصل. طبيعي. فيعني الدنيا مش ستاتيك قوي، الدنيا مش ثابته قوي، فتخطيط الاحمال في قدر من المرونه. بالظبط. هي دي الشطاره ده يعني. قدر، يعني قدر كبير جدا. اه هي فعلا طبعا. ان انت عشان يبقى اسمك مخطط احمال، انت لازم تعرف تتكيف مع جميع السيتويشنز اللي انت ممكن تتحط فيها. لان ومش هتعرف تتكلم، انت لازم تعرف تاخد قرارات، لازم تكون شايف بالظبط. داتا، لازم تكون عارف اللعيب ده بالظبط. مثلا. يعني ابسط حاجه في الدنيا ربنا خلقها حبيبي، لو احنا على معيار من 0 ل10، 0 ده انت مش تعبان خالص وزي الفل، و10 ده انت ميت، انت مقدار تعبك كام من 10 كده يعني. بتعرف بالظبط. اللعيب ده مجهد قد ايه، وتاخد افريج الفرقه مثلا مجهده قد ايه، فبالتالي حملك يتحط هكذا يعني. ففي بالظبط. حاجات دي الاساسيات خالص يعني. بالظبط. انت كنت عايز اقول لك على حاجه. الورم اب، انا كنت دايما ابص يعني هستشهد بالموقف ده، ان انا دايما ابص للورم اب بتاع اللعيبه، هقول ايه ده؟ هو فين فين الدايناميك ستريتش العظيم؟ هو انت مش هتعمل هيب اكتيفيشن؟ هو انت معقول هتعمل كذا؟ لما اتحطيت في وسط الفيلد قوي لقيت هي الدنيا مش كده. بس بص، كرة القدم انت بتحقق فيجن. خد بالك احنا كمخططين احمال، انت مش الرئيس خالص. طبعا. انت في هيد كوتش هو اللي بيرقصك، وانت مم. لازم تكون مؤمن بقراراته 100%. يعني ده لازم. ولازم تكونوا دارسين الحمل مع بعض. ولازم تاخدوا قراراتكم مع بعض، ولكن نقطه مهمه هو دي. بالظبط مم. هو سيد في النهايه القرار في القرار الاول وفي بيرجع الاخر. للمدير الفني او الهيد كوتش. بالظبط. فلما مم. تيجي انت بقى تحتك مع مدرب الكوره او الهيد كوتش، هتلاقيه مش بيفكر زيك خالص. دي بقى خطأ يعني فظيع بنبدا نقع فيه. معظم مخططين الاحمال يبدا يقول لي اصل المدرب كذا 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 مش مؤمن بالرؤيه دي قوي. تخيل يا كابتن محمد كذا كذا كذا. طب يا جماعه، ما هو ليه رؤيه معينه. خد بالك هو ممكن يكون مش فاهم في الجزء بتاعك 100%، وانت نفس النظام. ولكن هو وضعه، هو الليدر، هو ده الشخص اللي وفي بيقود. النهايه هو اللي المفروض يبقى عارف مصلحه الفرقه اكتر مني. بالظبط لو عارف كده. مصلحه الفرقه بالظبط. اكتر منه نعكس الادوار. بالظبط. انا عارف مصلحه فالورم اب الفرقه بدنيا. بالظبط. ايوه. فمثلا حصل موقف ان انا في ورم اب قلت لا، ايه ده؟ الورم اب ده مش عاجبني. الكلام ده مثلا من حوالي سنتين ثلاثه. بدات اركز اكتر، او يعني مثلا من سنه فاتت بدات اركز فيه اكتر. لقيته لا، ده انسب للواقع جدا. لقيته فعلا لا، هو مناسب. ولما بحثت فيه اكتر لقيته هو فعلا بيحطك في السيتويشنز كلها اللي انت ممكن تحط فيها في الماتش. يعني انت لما بتيجي تعمل ورم اب لشخص، مثلا بتنط وتخبط في كتف، دي حاجه اسمها فيها 11 بلس. تديله كتف تلاند على رجل واحده، بتعمل امم. السيتويشن الرخمه شويه اللي ممكن تصيبك. في الورم اب لازم تنهي الورم اب بسبرنت، لان انت ممكن بعد صفاره الحكم تتحط في سيتويشن ان انت هتحتاج تفتح فيه سبرنت على طول. لو انت مش نازل عامل بيلد اب مش شخ. امم. بالظبط، هتنزل هتتصاب على طول.
ففي فاهمك بعض جدا. الرؤى كده مش بتيجي غير اما انت تخش في المجال، لان هو الكوره لو انت مشيت اكاديميك 100% الموضوع مش نافع خالص، هيفشل. فذاتس واي بقى هنرجع للبوينت اللي انا ذكرتها في الاول، ان انا كنت دايما بقعد اقول هو ليه الفتنس دايركتور في كل فرقه هو لازم يبقى عجوز؟ عشان الخبره. مم. اه، هي لازم يكون عنده خبره. تيجي تبص على السي في بتاعه، تيجي مثلا ماسك حاجه مثلا من 2003. 2003 دي احنا كنا لسه في ابتدائي ولا، وهتلاقيه شغال في الكوره، ايوه وهتلاقيه ماسك بقى نادي كبير جدا. يعني مثلا خش كده مثلا عن بروسيا دورتموند، ناس بيحبوا الفيزيكاليتي جدا. بايرن يهتموا بالموضوع ده جدا. خش شوف الناس دي كلها اللي هم يعني عملوا طفره في الجزء ده، هتلاقيهم كلهم كبار فاهمك جدا. بسبب الاكسبيرينس. فاهمك جدا. انا الحته دي احنا ممكن نقعد نتكلم عنها بودكاست كامل، يعني حته البريودايزيشن دي، بس احنا عايزين ندي يعني ايه مدخل في كل حته، عشان يعني تمام، الحته دي صراحه انا حاسس ان انا عايزين نتكلم فيها ونقعد ندي فيها كتير، بس يعني اكيد لازم دي لوحدها عشان يعني قصه. عشان اللي بيسمعنا برضو مش بس مدربين، في لعيبه كتير بيسمعوا الحلقه، فهو في النهايه عايز حاجات اللي هو يقدر يعملها. تمام، فخلينا ناخد عناصر اللياقه البدنيه، وخلينا نقول لعيب الكرة بيحتاج مقدار قد ايه ومحتاج يعمل ايه عشان ينمي كل عنصر في عناصر اللياقه البدنيه. انت تمام. انا عارف ان عندك ترتيبه معينه اه. اولويات عناصر اللياقه البدنيه، فانا عايزك تقول لي كده يعني ايه اللي في دماغك ونصايحك لكل عنصر اتمرنه ازاي عشان اطور نفسي فيه. تمام، هما اهم عنصرين انا ببدا بيهم: الاسترنس والموبيليتي. ده عامه في اي بريوديزيشن، لو انت لسه في البريبريشن فيز بتبدا تركز في الحاجتين دول اكتر حاجه. قوه ومرونه. بالظبط، القوه والمرونه. انا بالنسبه لي القوه هي الاساس. يعني القوه دي يعني لو في لاعب هو جيناتيكلي هو جيفتد او تالنتد فيها بيفرق جدا، والترانسفورميشن بتاعه بيكون اسرع. بس طبعا القوه بقى فيها جزء مهم جدا اللي هي الريلاتيف سترينث، اللي هي القوه بناء على وزن الجسم. الموضوع ده الايام اللي فاتت كنت ببحث فيه بشده كبيره قوي، لان انا بعمل وان ارم بول اب. بعمل وان ارم بول اب وانا مش متمرن وخاسس، وانا وزني عشان اوريدي خس. 5 ايه. 65 حاجه زي بالظبط. طب لما اه. بتمرن وبشد في التمرين جدا ووزني مثلا يبقى 70 71، ما بعرفش اعمل عده واحده. مم. فالريلاتيف سترينث هو الفكره كلها ان انت قوتك قوه عضلاتك هي اخبارها ايه بناء على وزن جسمك بشكل عام. والفكره كل يعني لما الناس تفتكر حاجه زي كده يقول لك خلاص يبقى فاتس. لا، هي مش شرط فاتس، الموضوع ممكن يكون ماسلز. تمام. في مثلا اداما تراوري، اللاعب ده اللي هو ماسكلر قوي، عارفه؟ ايوه عارفه ايوه. ماسكلر جدا، وهو اصلا ده هيفي ويت. يعني تشوف ده ممكن يكون وزنه كام كيلو، بس ايه اللي مش متقله على الارض؟ الاكتيفيتي بتاعته عاليه، او بشكل عام السترينث بتاعه بالنسبه لوزن جسمه هو كويس جدا جدا. يعني برضو عشان ممكن اترجم ده للناس اللي مش عارفه المصطلحات، انت مش قصدك قوه اللي هو انت بتشيل 1000 كيلو على السكوات، انت بتشيل وزن كبير مقارنة بوزن جسمك. بالظبط يعني كده. مش عايز وزن جسمك يبقى عالي قوي، بس عايزك وانت وزن جسمك متوسط او قليل نسبيا تقدر تشيل اوزان عالية. بالظبط، اللي انت هو اللي بمنتهى بتتكلم عليه البساطه انت بتشيل جسمك. ايوه ايوه، اللي بتتكلم عليه في ادامه تراوري بقى ان هو كده قدر بقى يعدي ليفل 2. هو مش بس قوي، هو عنده قوه انفجاريه او الاكتيف سترينث، القوه الارتداديه بقى، اللي هو بالظبط، اللي اعتقد انت بتتكلم عنه ان هو الاساسيات. انت بالظبط كده، بتتكلم عن بالظبط. القوه والمرونه دي، انت قصدك اساس اللعيب بقى المفروض يكون دول مبني على اساسيات الاساس. قويه. فاهمك بالظبط، دول جدا اول جدا. حاجتين ببدا اشوفهم في اللعب. يعني مش بتست سبيد. بص، معظم اللاعبين اللي بيجوا يتدربوا معانا بتلاقيه شاطر يا عبد الرحمن في حاجتين: التوب سبيد اه. والاجيلتي. دايما بيكون عنده التوب سبيد اللي هي السرعه القصوى، اللي هو بعد ما تفتح سبرنت بيكون فيه الايه السرعه القصوى. مم. والاجيلتي بس النون رياكتيف، اللي هي ملهاش علاقه برد الفعل، بيكون اه. كويس فيها حافظ نسبيا. الدريلات، يعني اللي هو زي تي دريل كده، روح يمين بالظبط، شمال، بس ممكن بالرياكشن ما يبقاش اسرع وقت. بالظبط كده. مم. فمعظم اللعيبه بتاعت الكوره اللي هم ما اتدربوش بشكل كويس قبل كده او بشكل صحيح بيبقى عندهم مشكله في الاسترنس، فده بيعكس على الاكسلريشن. وكره اه طبعا. القدم محتاجه اكسلريشن اكتر. اكتر بكتير. بالظبط. فدايما اللاعب يقول لك هو انا سريع،
انت تمام سريع، بس سريع في التوب سبيد مش في الاكسلريشن، لان انت من بتطلع السرعه كتر. دي في وقت قد ايه؟ توصل للسرعه دي في وقت قد ايه؟ بالظبط اول بالظبط كده. خطوتين ثلاثه في الملعب بيدوا لك كام في المية من سرعتك؟ لان انت ما بالظبط عندكش انا. دايما المساحه انك تعمل انفراد وتجيب اقصى سرعه ليك. مم. بالظبط. في لاعب كنت متابع معاه، هو بيلعب درجه اولى. هو مقتنع ان هو سريع. هو على فكره حد مثقف جدا وفاهم جدا جدا الجزئيات بتاعتنا دي. بس هو مو ان هو سريع، هو بيقول لك يا كابتن انا مش شايف نفسي بطيء. فانا بدات اوضح له حته الاكسلريشن والمشكله بتاعتها جايه منين وهكذا. هو على فكره الاسترنس بتاعه كان كويس جدا، بس هو كان ناقص يربط بس، او يبقى عنده اكسبلوسيفنس بالاخر يعني، اللي يقدر يحول اه، الاسترنس ده لقوه عنده انفجاريه. الاساس. بالظبط، تقدر تديله اكسلريشن عالي، وان هو يبدا يبوش في شكل هوريزونتال في الفيرست 3 ستيبس. الحاجات دي كانت ناقصاه. مجرد ما هو ظبطها هو حس باختلاف فظيع. وكده كده طبعا الاكسلريشن هي الاهم في الكوره، لان انت لما بتيجي تتشينج يور دايركشن، تغير اتجاه جسمك، تبدا تخش في مرحله اكسلريشن تاني وتالت وهكذا. بالظبط. فاحنا بالنسبه لنا انت كنت بتقول الاساس هو مثلا لعيب البس. جري 100 متر سبرنت في ال 10 ال 10 ولا 12 كيلو اللي هو جريهم، هو ما جريش 100 متر بالظبط. دول مره واحده. لا لا ده مش هو مره جري واحده طبعا، عمل اه. اكسلريشن 2 متر اه وريح، اكسلريشن بالظبط 3 متر بالظبط وريح. بالظبط يعني خطوه بالظبط خطوتين ثلاثه بالكتير يعني. هو ده اللي بالظبط. بيحصل في الملعب اكتر. احنا تركيزنا اساسي بيكون على السترينث والموبيليتي. والسترينث هنا مش شرط يكون جاي من تمرينات بادي ويت، عشان الناس ممكن يختلط عليها الامر في حته الريليتيف سترينث او القوه بناء على وزن الجسم. مش شرط. يعني انا لما باجي اتست سترينث لاعب كره قدم، بفضل انا دايما اتست ببادي ويت، لان في لعيبه بيجي هو وزنه زياده، ممكن ما يكتسبش قوه بس وزنه ينزل مثلا كفاتس، فيقدر يعمل مثلا اكسرسايز زي مثلا بيست سكوات، العقله تسهل عليه مثلا، اه، او والعقله مثلا. تبقى سهله عليه. بالظبط. مم. فده ممكن كتستنج. انا افضل ان احنا نتست القوه بحاجه ليها علاقه بوزن الجسم. بس طبعا مش شرط ده يكون الاساس، يعني احنا ممكن نتستها في، انت شفت الاجهزه بقت عامله ازاي دلوقتي كتطور يعني. طبعا. بس ما حدش، انا بتكلم على الامكانيات العاديه اللي احنا ايه موجوده في مصر، او اللي احنا للشخص ايه اللي بنقدر بيسمع يعني. عليها. بالظبط كده. والموبيليتي طبعا اهم حاجه، احنا نتست الانكل موبيليتي، المرونه بتاعت مفصل الكاحل عامله ايه، الهاب موبيليتي عامله ازاي، وهكذا. بس بعد كده بقى بنخش في الفيز الثانيه بقى، الباور. اه، يعني انت ماشيها. بص، برضو اعتقد عشان انت بتتعامل مع لسنين طويله، كنت بتتعامل برضو مع سن صغير وناشئين. بالظبط. فانت اللي انت بتعمله ده، دي النقطه الجايه نخش عليها برضو لما نتكلم عن الناشئين. اللي انت بتتكلم عنه ده هو الاساس اللي الناس ما بتعملوش قوي. يعني انت لو سالتني مثلا انت ايه اهم عنصر شايفه في الكوره، مش هقول لك القوه والمرونه، لان دول الحاجات اللي هي ورا، هي الحاجات دي المفروض اه تكون عندك. لكن ايوه اللي بيفرقك مثلا مش ان انت تكون قوي قوي، انك تكون تعرف تحول القوه دي لسرعه. بس هي بالظبط الناس ما كده. تعرفوش ان السرعه وان انت تبقى عندك فوت ورك جامد وكل الكلام ده هو مبني على مرونه وقوه. هو ده بالظبط الاساس، بالظبط الحجر البدايه يعني. بالظبط. لا وانت طبعا صحيح 100% في الجزئيه دي. احنا بنتكلم من تحت خالص، واحنا لسه بنبني مع بس معظم اللعيبه فعلا بيبقى عندها مشكله اكتر في تحويل القوه دي لحته باور يعني. اكيد طبعا. طيب، ايه نصايحك؟ طيب، او يعني المفروض اتمرن ازاي عشان انمي العنصرين دول؟ الموبيليتي طبعا هي اللي بنبدا بيها. احنا في اي لاعب ممكن يبحث على اليوتيوب، لو كتب مثلا انكل موبيليتي هيطلع له كذا دريل. لو عمل مثلا ديلي في اليوم مثلا حوالي 6 عدات مرتين او 10 عدات مرتين انكل موبيليتي وهيب موبيليتي، ده بالنسبه لنا بيبقى تمام. يعني يعني هو انت لو بس لو دخلت كتبت اشتغل انكل انكل موبيليتي موبيليتي. ويب موبيليتي ومشيت على الحاجات دي اه بشكل بالظبط مبدئي احسن من لا شيء يعني. بالظبط. اه. بص انت ايه، انت هتلاقي كلامي بسيط، لان من الحاجات اللي انا اتعلمتها الايام اللي فاتت هي البساطه. لو انت ما اشتغلتش بشكل سيمبل خصوصا مع اللعيبه، الموضوع برضو غالبا انت يعني يا اما هتبقى مركز مع 3 4 لعيبه في حياتك، يا اما الموضوع برضو هيفشل. انت في الاول وفي الاخر بتتعامل مع لاعب، اللاعب ده بيكون هو مش مدرب، ما ينفعش تعمل معاه ان هو مدرب، هو لاعب. واللاعب ده خد بالك هو بيكسل يعمل 3 ارباع الحاجات اللي انت ممكن تقولها له. يعني انا لازم ادي حاجه بسيطه عشان اللاعب يعملها. يعني فرضا بيجي لاعب ناشئ او لسه صغير مثلا 2009 عنده 14 سنه او 13 سنه،
ده خد بالك هو مش بيفكر في اللعبه او مش بيفكر في الكوره، مع انه ممكن يكون نجم ومستقبل جاي، بس حتى لو هو مش مش فاكس. هو مش بالظبط، هو مش بيفكر كده. اللعيبه المجتهدين على فكره قليلين جدا، يعني اللعيب ده حقيقي. المجتهد واللي هو خايف على الجزئيه دي قليلين، خصوصا اللاعبين يا كابتن عبد الرحمن اللي هم الفيرست. لاعب الفيرست هو خلاص تربع مثلا على عرش نادي معين، هيبقى فلوس اخد كويسه ايمج نسبيا معينه، خلاص. اخد فلوس كويسه، فاللي هو طب انا اتعب ليه؟ ما خلاص. مثلا عندك ايدن هازارد. هازارد ده انا بتخانق مع ناس كتير قوي، لان انا شايف ان هو المفروض ان هو يكون افضل من كريستيانو وميسي، اللي هم اسطورتين الكوره في العصر اللي هو القرن العشرين. دول الاثنين الاساطير كريستيانو وميسي. انا شايف ان ايدن هازارد هو الميكس ما بينهم. مهاره انت عارف طبعا ايدن هازارد. ايدن هازارد يعني هو دلوقتي بقى عامل ازاي؟ تخن، مفيش اهتمام خالص، ما اهتمش بنفسه. فايدن هازارد وقع خالص. لو كان ميسي وكريستيانو اتحطوا في نفس السيتويشن ده، الناس دي برضو كانت هتقع. بس تعال شوف كريستيانو دلوقتي، هو كبير في السن، راح دوري سعودي قلبه، بقيه اللعيبه بقى يروحوا على حسه. ميسي طبعا للاسف الناس ظالمينه جدا في الجزء البدني، مش عارف ليه. ده بقى يقول لك اصل وبدنيا ميسي بص، لا لا، مهاري هي الناس لا يا بتحب تفكر جماعه. ابيض واسود. ده مهاره بالظبط. ده قوه، لا يا عم، مش بالظبط. مش بالبساطه بالظبط. دي. بالظبط. فلو احنا اخدنا فور اكزامبل ايدن هازارد، هو الراجل ده انا كنت شايفه اسطوره، اسطوره رهيبه. هو تقريبا عنده كل حاجه، عنده كل حاجه وهو ميكس ما بين ميسي وكريستيانو، بس هو ما اهتمش بالجزء الفيزيكال، يعني بالبلدي كده اتدلع. فانت فاهم. دايما بتتعامل مع اللاعب، ما تتعاملش ان انت لما هتكتب له بلان هينفذها 100%. بدل ما اقول له مثلا انت هتعمل فيرتيكال جامب سنجل ليج لاندنج، بعد كده لونج جامب تنزل على الفوت بتاعتك كامله، بعد كده هتعمل كذا. هو هيعملها ب اصلا 70% ايفورت. هو يقول لك ايه ده اصلا؟ هو اه مش اصلا. فاهم ايه ده. تمام؟ اديله فيرتيكال جامب. اه اصل انت ما اديتوش فيرتيكال جامب هو مش هيعمل حاجه خالص، فانت بالتالي هتبقى خسرت. فهو مبدا البساطه هو يعتبر احسن من ما فيش، لان الواحد دخل في لوب السنين اللي فاتت مع لعيبه كبير بقى صغير ناشئ براعم. لما تدي له حاجه بقى اللي هو بص انا هوجب معاك وهديك بلايمتريكس عمرك ما شفتها في حياتك، مش عارف يعملها. على الاقل لازم والله لازم يعملها هو قدامك. طب انت هتيجي مم. دلوقتي هتدرب فرقه مثلا مكونه من 20 لاعب. لما باجي اصمم برنامج لفرقه معينه، بقى اكتب لهم بقى حاجات فيها حفرقه وهكذا؟ لا، بكتب حاجه بيزك. عارف التريبل جامب؟ بحط حاجه تريبل جامب. خطوه وثبه. بالظبط. عايز اقول لك بقى ان مم. اللعيبه بيتلخبطوا فيها، وبقعد اعدي عليهم واحد واحد عشان ابدا اصلحها لهم، اه فببقى مضيع 5 دقايق. بس بقول مش مشكله، حاجه مهمه احسن ما ادي حاجه صعبه قوي. في عمر معين ممكن اشغله سنجل ليج بس، في عمر معين ممكن اقول له نط وانزل على رجلك الاثنين، وهكذا. حتى لو العمر ده كبير، هم ناس فيرست، هو مش شرط يكون فاهم ده برضه، لازم تكون معاه. فحته الحفرقه انت ممكن تديها ايه 1 تو 1، او تديها سمول جروب، مش تديها الفرقه. لان مبدا الفرقه هنا مختلف، انت ليك تايم فريم معين لازم تكون مصمم حاجات معينه تمشي عليه. ومش عايز حد انا يقع منك في الفرقه. انا يعني حاسس انت ان مش السياق بتاعي رايح مدربين اكتر لا لا مش لا لعيبه، لا فانت لا لا لا، انت وجهني ماشي في زي الجزئيه دي. الفل. انت عارف المشكله برضو، ما احنا كنا بنعمل كده فتره من فترات، ما احنا فرقنا بالظبط. وحفركنا وعملنا بالظبط. تمارين ما هو روشه. انت لازم تخش في كده بس عشان ده قله تتعلم. معرفه وقله خبره. ده بالظبط. مش هي معنى مش كده ان قله انا معرفه، هي جامد. قله خبره بس. احنا يعني انا مش ناسي خالص اول بروجرام احمال انا كتبته في حياتي، مش ناسيه. كله شقلباظات يعني، شقلباظات بجد يعني، اللي هو والاثليت اللي كان بيعملها اثليت جامد وما كانش يعملها حلو. فاللي بالظبط. هو طب انت ليه بتعمل كده؟ طب لو جالك لعيب مثلا على الله، او لسه صغير في السن، او مش جامد وما عندوش خبره، طب ده لو مشي في التمرين دي هيحصل له ايه؟ ده بالظبط. يعني مش هيوصل لحاجه اصلا. بالظبط. هو مبدا الواقعيه هو مهم جدا. مبدا ان انت تكون واقعي للحاجه اللي انت محطوط فيها كبرفورمانس سبيشالست او سترينث اند كونديشننج كوتش، هو المبدا الاساسي. مبدا الواقعيه ده بيبدا يتبني عندك صح، وتبدا تشتغل على اساسه صح لما تجين اكسبيرينس. الاكسبيرينس دي احنا نفضل نجين اكسبيرينس لغايه اما ربنا يفتكرنا.
تمام. ولكن فكره ان يعني فعلا زمان احنا كنا اول حاجه درسناها كانت اكسوس، كانت حاجه يعني اللي هي جد شويه وخاصه برياضيين. فاكر البرنامج كان عامل ازاي؟ حطه على الاكسل. اه. مارشنج، تسخن مارشنج. أي. تمام. انا عايز اقول لك دلوقتي انا مفيش لاعب بعمله جنرال موفمنت، ما بقتش اعمل جنرال موفمنت اللعيبه، بقيت اعمل دريل موبيليتي. الهدف من الجنرال موفمنت ايه؟ ان احنا نعلي درجه حراره الجسم، ان احنا نبدا بحاجه لو امباكت كده بسيطه، نعمل بريبريشن للجسم وهكذا. طب ما الموبيليتي او لو عملت دريل موبيليتي على بعضه كده، ما هو هيلبي لي نفس الحاجه، وفي نفس الوقت انا عملت دايناميك ستريتش. بدل لما انا ضيعت 5 minutes في جنرال موفمنت. 5 دقايق يلف حوالين الملعب. طب ليه؟ اه. طيب ليه؟ ما هي موبيليتي على طول. هو الفكره ان يعني انت الهدف بتاع الحاجه ايه؟ فانا ما بقتش اعمل جنرال موفمنت غير لتدريبات معينه او لحاجات معينه. او في الشتاء. او في الشتاء بالظبط كده. اه في الشتاء طبعا طبيعي، لو اللاعب جسمه بارد طيب. لازم هيعمل اي حاجه. بس انا في الشتاء بقى بعمل حاجه تانية، بدل ما بعمل جنرال موفمنت بخليهم يعملوا فوم رولينج. يعني اه، الفوم رولينج بتستغل بيعمل وقتك يعني. بالظبط كده. انا دي مش برضو هخلي، حاجه بتيجي مع الاكسبيرينس ان انت انا مش هخليك ع- تجري وخلاص رغم ان عندك هم. ساعه تطلع باحسن نتائج فيها. بالظبط. لو احنا جينا رجعنا للاساسيات او الكورس بتاعنا هيقول لك طب ما انت جنرال موفمنت كذا كذا. احنا كانت مشكلتنا ان احنا بناخد الاطار ده كوبي بيست، واحنا بنجتهد على قد ما نقدر ان احنا نسلكت الحاجات او المعطيات دي ونحطها لحاجات مناسبه للاعب. ورغم كده برضو كانت بتفشل، او مش كانت بتفشل يعني كانتش احسن حاجه. يعني التدريبه فاهمك جدا. دلوقتي عشان يكون الافشنسي بتاعتها عاليه، انت تفضل خد المفيد بالنسبه لك ايه. في لاعب مثلا يقول لك يعني في لعيبه ممكن اديله تمرينين بس يعملهم في التمرين بتاعته كله، هي كلها ديبندس يعني. فاهمك جدا جدا. تعال نرجع بقى للحته اللي احنا كنا ماشيين فيها، القوه والمرونه. خلاص، قلنا المرونه. نصايحك في القوه عشان نخش على العناصر اللي بعديها. كومباوند اكسرسايزز، سكوات، ديد ليفت، بس لازم تمارين نهتم مركبه بتشغل بالظبط. كذا مفصل. بالظبط لازم يعني يعني في حته بقى دايما بقعد اذكرها، ان الناس بتدي، يعني كويس إن انا افتكرت الجزئيه دي، الناس دايما بتدي لود زياده على اللور بادي بوشنج اللي هو السكوات او الكونفنشال ديد ليفت وهكذا، ودايما يدوا الهامسترنج حاجه اقل لو افتكروها اصلا. يعني الهامسترنج دايما بتاخد لود اقل. انا بفضل العضلات الخلفيه. بالظبط انا بفضل الاثنين يكونوا واخدين مم. نفس اللود، لان احنا لو هنيجي نتكلم على اللعبه، تمام، هو احنا لو عملنا اناليسيز الخلفيه اهم. بالظبط موضوع مهم جدا يعني. فهي انت محتاجه مش بتجري برضو باماميتك، انت بتجري بخلفيتك. بالظبط هي محتاجه سترينث برضو زيها زي بقيه مم. العضلات، عشان هو ده اللي بيبدا يسبب الاصابات بقى بتاعه طبعا الرباط الصليبي والحاجات دي كلها. طيب يعني انت بتبدا برضو برنج عدات ازاي؟ يعني شايف انه يعمل التمرين العاديه اللي في الجيم 12 عده 3 مجاميع، ولا شايفها ازاي؟ ده السن الصغير ممكن يشتغل في رينج ال 10 عدات، بالنسبه لنا بيكون كويس جدا. ده السن الصغير اللي هو اندر 14. من يعني مثلا 14 ل 18 ممكن نبدا نقلل له شويه العدات ونزود انتنسيتي، زود الحمل او الاوزان. بعد بقى السن اللي هو خلاص بعد ال 18 سنه بيبدا بقى يشتغل بيور سترينث. بس انا بفضل ان اللاعب بتاع كره القدم ما يجيبش اقل من الست عدات ابدا. يعني الست عدات هي دايما بتبقى زي ما انت عارف هي ليها علاقه بالوزن. هقلل عدات هزود وزن؟ لا، هو لاعب كره القدم ستة كويس جدا عليه، والوزن اللي بيلعب بيه اصلا مش هيكون خفيف. يعني ست عدات هو اوريدي هاي انتنسيتي جدا يعني. بس في فاهمك. ناس اه. ما تعملش 1 ار ام، ما تروحش ل 4 ار ام، كده هيبقى كتير على اللاعب ومش شرط يعني، عشان فاهمك الموضوع جدا. ممكن يتصاب. واللاعب طبعا في لعيبه معانا لو اتصاب الموضوع هيكون كارثي بالنسبه لنوادي معينه يعني. فانت متخيل طيب. انت تبقى انت فيتنس دايركتور او فيتنس كوتش، انت مهمتك ان انت ومعور تعمل العيال. انجري بريفنشن تبقى انت عامل لهم ايوه. اصابه يعني. وطبعا حاجات الهامسترنج مش شرط تديهم 6 ار ام يعني. انا يعني اللعيبه اللي بديهم 6 ار ام قليلين، يمكن ثلاثه مثلا ولا حاجه من وسط 100، وبدالهم مثلا في حاجه زي سكوات او ديد ليفت فقط.
الهامسترنج دايما بكير شويه في جزئيه الانتنسيتي، يعني بخلي الانتنسيتي مودريت والفوليوم برضو مناسب للانتنسيتي يعني. يعني مش بتنزل رينج اوزان عالي قوي، بتخلي رينج العدات مثلا 10 12 وهكذا بالظبط، دي في في الهامسترنج الخلفيات. فاهمك لان جدا. هي بتتصاب بسهوله زي ما انت عارف يعني. ايوه طبعا. بس وهي طيب اصلا ايه كبايو العنصر اللي انت ميكانكس شايفه؟ مش كمل كمل. احسن حاجه في الجزئيه دي. كبايو ميكانكس ان انت تيجي تعمل الموفمنت بتاعه الهامسترنج يعني اسوأ اه شويه من الجزئيه دي. فاصلا هو احنا ربنا خلقنا ان البوشنج بتاعنا اقوى ويفضل طول عمره اقوى. ان انت بوش برجلك هيفضل طول عمره اقوى من البولينج يعني. فهي فاهم. الفكره كلها جايه من الجزئيه دي. وجزئيه الابر بادي سترينث، عشان مم. اكيد في ناس بتسال هو انا محتاج ابر بادي سترينث ولا لا. انت طبعا محتاج ابر بادي سترينث، وهينفعك في كل حاجه. التحامات هينفعك في جري، هينفعك في كل حاجه. بس ده مش معناه ان انت تلعب بنج وباي ظهر وتراي ترابيس. لا، احنا بنشتغل بوش، بنشتغل بول، وهكذا. يعني مثلا ممكن تعمل بنش بريس، تعمل بول اب، تعمل اب داون، تعمل سيتد رو، تعمل ستاندنج شولدر بريس، وهكذا. لو عايز تعمل اي موديفيكيشن تاكتيفيت الكور، ممكن تعمل وان ارم شولدر بريس، ده هيأكتيفيت الجزء الثاني من الكور، وهكذا. لو انت حابب تميكس يعني كل التمارين. التمارين اللي انت بتقولها تمارين مش تميل قوي ناحيه تمارين العزل يعني، او تمارين بالظبط. فيها كذا جوينت بيشتغل، اللي هي الكومباوند اكسرسايز زي ما بنقول يعني. بالظبط. جامد. طيب ايه العنصر الثالث بقى، او العنصر اللي بعد القوه بقى الباور. والمرونه؟ الباور. الباور هو يعتبر العنصر المفضل ليا يعني. معظم بقى تدينا اللعيبه. امثله على تمرين. طبعا حته الباور عشان البلايمتريكس بتخش فيها شويه. يعني هي ايوه لو احنا جينا عملنا زوم ان مش هتخش في فيز الباور اللي احنا عارفينها قوي، بسبب طبعا ان الفورس بتكون قليله، لان انت شغال بوزن جسمك يعني. بس هي بتخش في الفيز عامه. الباور بنبدا نقولها على اي حاجه فيها هاي فيلوسيتي. يعني انت عملت حاجه، سرعه عاليه. التمرين فيه سرعه عاليه، خلاص نسميه باور، ندخله في اسره الباور. من غير ما نبقى تكنيكال قوي ودقيقين قوي يعني. اه بالظبط، يعني اه عشان الجرافس بتاعت ايوه الفورس والفيلوسيتي دي معقده شويه. ايوه فتمارين فاهم. الباور هي التمارين اللي فيها سرعه. تمارين بيكون فيها لود معين، غالبا يعني بيتمسك فيها اوزان بسيطه، وبيكون فيها هاي فيلوسيتي. يعني انا لو جيت عملت جامب، حاجه بلايمتريكس، دي هتصنف من حاجات الباور. مسكت كوره نزلت سكوات حدفتها فوق، دي تصنف من حاجات الباور. عملت كلين بالبار، تصنف من حاجات الباور. لان انا لو شايل كلين بوزن هو تقيل، انا مش هعرف ارفعه الا لما اكون سريع. فالباور طبعا هو الفيز اللي بتاتي بعد الاسترنس على طول، وبيبقى معظم اللعيبه عندهم مشاكل في الجزئيه دي. مشكله الباور بالذات، في لاعب مثلا بيجي لك بعد ما نعمل له التستات، بتلاقي ممكن يكون الاسترنس بتاعه كويس بس الباور عنده سيء. هو مش عارف يستغل القوه اللي عنده ويحولها لباور، وهو اغلب اللعيبه عندها المشكله دي. فبالتالي بيكون عندهم فاهمك. مشكله في الاكسلريشن. الاكسلريشن هو اه معتمد على عايز فورس اكتر، لان انت بيبقى ممكن. جسمك ده لسه موضوع. ما يعني لسه ما تحملش الطاقه حركيه. انا بشبه الكلام ده او الحاجه السيتويشن ده بالعربيات المانوال. عربيات المانوال ايوه الغيار ايوه الاول دايما هو القوي. يعني الغيار الجير 1 ده بيبقى قوي، بس هو بطيء. بس هو بيبقى قوي عشان بتبقى العربيه. يطلعك. بالظبط، العربيه بتبقى يعني محتاجه الزقه الاولانيه، فهي محتاجه قوه مش محتاجه سرعه. بعد كده يبدا الجير الثاني والثالث لغايه ما نوصل لجير سريع. الجير السريع ده بيخلي العربيه سريعه، بس هو مش قوي لانه اوريدي خلاص العربيه بتبقى ايه، اتحملت بسرعه متحركه. معينه. بالظبط كده. وكذلك اه جسم البني ادم، انت الاكسلريشن محتاج فورس عاليه طبعا عشان تقدر تخلي جسمك في الستيت اللي هو انا بجري يعني. بس يعني كان في في البودكاست من كام بودكاست كان في كابتن اكرم زهران كان بيتكلم على السرعه، قال مثل برضو على العربيات. وعجبني المثل اللي انت قلته برضو جدا، يعني الاثنين الاثنين عربيات مكيفني شويه. الصراحه. ايوه الاثنين عربيات، والاثنين ليهم علاقه بالتروس برضو والاول والتاني، بس انت قلت حاجه وهو قال حاجه، فانا عجبني جدا. عجبني اللي احنا بنتكلم فيه ده. قلناها عكس بعض اهم حاجه ولا؟ لا لا ولا لا هي نفس الحاجه، بس انت قلتها بطريقه وهو قالها بطريقه. بالظبط كده. يعني هو كان بيقول لك انت لازم يكون عندك تكنيك الغير الاول، يعني انت
بنتكلم على راننج تكنيك. هو ممكن يكون يعني يتكلم عليها تكنيك اكتر وقوه انت بتتكلم عنها كقوه. اكتر. هو بيتكلم على ان الغيار الاولاني ده تكنيك معين، لازم يكون عندك تكنيك الاكسلريشن، لازم تكون بتعرف تجري بطريقه معينه، عشان ده غيار غير الغيار الخامس. الغيار بالظبط. الخامس ده تكنيك غير الغيار الاول. فهو قالها بطريقه وانت قلتها بطريقه، والاثنين جمال جدا صراحه، جمال. اسرقهم هما الاثنين. اسرع يا كابتن عبد الرحمن براحتك. هو بيقول لك لو بتسرق من كذا حد ما تبقاش حرامي، لو سرقت من واحد بس انت كده بتقلد. مين صاحب تسرق المقولة من 100 بقى دي؟ حد انت كده كرييتيف. طيب اعتقد انا عارف اللي جاي بقى. اه اعتقد السرعه. بالظبط. اه السرعة هي بقى الحاجة اللي احنا بنبدأ نشتغل عليها بعد ما نكون خلصنا الجزئية بتاعة الباور. بس احنا خلينا ندي اكزامبلز للباور اكتر عشان ما يبقاش بس ايه، يعني ما اديناش كلام نظري. اكزامبلز عليها. بالظبط. مم. لو انا يا جماعة نطيت على بوكس ده يعتبر باور. لو انا واقف على رجلي اتنين ونطيت قدام اقصى حاجة ده برضو يصنف باور. لو انا واقف على رجل واحدة ونطيت ونزلت على نفس رجل ده باور. نطيت باليمين ونزلت على الشمال ده يصنف باور. الباور عشان اكون مستهدفه صح، ودي بقى حته الناس بتقع فيها حتى المدربين مش اللاعبين بس، ان الناس يا عبد الرحمن مش بيجيبوا ال 100% بتاعتهم. يعني مثلا طبعا. في حاجز تلاقي لاعب بينط ويتني رجليه. طب ما هو كده لازمتها ايه؟ هو الحاجز ده محطوط عشان انت تنط وتجيب اقصى ما عندك، فانت يعني اتليست لازم تبقى ستيف ليج او تجيب اخرك وانت بتجمب. بس الناس ودي فكره ان الباور دايما بتكون عداته قليله مقارنه بالشده او بالصعوبه. يعني مثلا انا دايما لو عايز اللاعب يجيب اخره بقول له ايه؟ بقول له دلوقتي انت الجامب ده تعرف تجيب كام عده ورا بعض؟ يقول لي كتير يا كابتن. يعني بقول له كام مثلا؟ يقول لي ممكن اجيب 200 ممكن اجيب 100. بقول له صح كده؟ طب ليه الكابتن بيقول لك اعمل 6 عدات؟ ايه الفكره؟ يقول لي مش عارف. اقول له الفكره ان انا عايزك تجيب ال 100% بتاعتك في ال6 عدات دول، لان انت لما تارجت ال 100% او تجيب الماكسيمم بتاعك في العده انت كده بتدرب باور. انما غير كده انت يعني انت بتعمل ده ممكن يكون التدريب يوزلس كمان. لو انت لو انتنسيتي او شده متوسطه مع فيلوسيتي قليله او انا مش جايب اخري كفيلوسيتي، يبقى التدريب ده عباره عن ايه؟ انت كانك بتورم اب مثلا، مش جايب انت اخرك في عارف انا عندي الحاجه. نظريه، معلش. اه يعني انا شايف ان المدربين مسؤولين بشكل كبير جدا عن قتل العيال الصغيره، وقتل قتل الباور والسبيد في العيال الصغيره. من كتر ما هم بيدوا تمارين ما فيهاش راحات، ما فيهاش باور عالي، اللعيب مش هيقدر يدي 100%. هو بيدي مستحيل. 60% 70%. فانت عمال تتمرن على حاجه كتير قوي، هتبقى جامد في 100% ليه؟ ما انت هتبقى جامد في 60 و70%. انت خلاص انت بقى التأقلم بتاعك، يعني حتى وضع رجلي وانا بقابل الارض 100% تكنيك معين، وانا بقابل الارض 70% تكنيك معين. بالظبط. فانت عمال تعود اللعيب وتحول اليافه العضليه وتحول الباور والسرعه بتاعته ان هي عماله تقل، وانت فاكر نفسك بتمرن باور وسرعه، بس انت بتقتل اللعيب فعلا، انت بتقتل البوتنشال وبتقتل الموهبه بتاعته. انا شايف ده جريمه يعني. التدريبات كلها دلوقتي اللي مش مدروسه، لو احنا جينا بصيناها وحسبناها هتلاقي كلها تدريبات تحمل كلها. اه طبعا. ولعبه الكوره هي لعبه فيها تحمل بس هو الفكره ان انا بتحمل ايه؟ انت يعني تحمل باور تحمل سرعه، انت بتدي تحمل باور تحمل سرعه تمام. طب السرعه دي اصلا هي فين؟ هي واصله لغايه فين؟ السرعه اللي انت عايز تخلي فيها تحمل دي واصله لغايه فين؟ ففعلا زي ما انت قلت. هو انت عارف مين اكتر حد بيتدرب حاجات تحمل في الفرقه؟ اكتر بوزيشن في مصر بيتدرب تحمل؟ مين؟ الجول كيبر. الجول كيبر اللي هو اكتر حد اكسبلوسيف. ها. بالظبط. الجول كيبر يعني كنت لازم اتكلم في الجزئيه دي. الجول كيبر في مصر تخيل هو طلع بدعه، هي ما طلعش عليها غير بدعه يعني، ان هو يتدرب تحمل ولازم الجول اه كيبر يطلع ميت. عارف ليه؟ عشان دايما المدرب بتاع الحراس عايز يفرهد. عايز اه يفرهد. هو يعني ايه ان انت تطلع مش عرقان من التمرين؟ لا ده انا لازم ازعق بصوت عالي جدا وهديك 1000 دريل ورا بعض، هتنط 3000 هوت، جامب روح نط بالظبط. عليها اجري وراه ووحشه وبتاع بستك وممكن عليه. يحدفوا بالكره في وشه عشان هو ما جابش اخره. ايوه. طيب هو اللي انت هيحتاج ايه بقى اللي انت بتموته عملته ده ده؟ هنعمل بيه ايه بقى؟
انت يعني ما فيش حد قال لك هو الجول كيبر بيجري قد ايه في الماتش. ما حدش قال لك ان الجول كيبر مثلا مسافه الجري بتاعته هي كيلو ونص تقريبا او حاجه 2 كيلو. الجول كيبر ما يعني هو شخص ما بيتعبش، ما تديلوش تحمل. هو الجول كيبر هيتحمل ايه؟ هيتحمل ان هو واقف يعني؟ الجول كيبر في حاجات بقى كرويه بحت طلعت الايام اللي فاتت. بيقول لك ان الجول كيبر ده بامكانه ان هو ينقل نتيجه المباراه لغايه الاسترايكر اللي قدام. عارف ليه؟ لان هو اللي كاشف الملعب كله. هو كاشف الملعب من زاويه معينه المدرب ذات نفسه مش كاشف منها. فلما امم بيجي يدي انستراكشن للعيبه غالبا بتكون مفيده جدا. في ناس شغاله مع الجول كيبرز على فكره على حاجات زي كده. يبدا اه يزعق تعالى يمين، عارف تعالى يمين تعالى شمال وهكذا. هو لازم يكون الجول كيبر عارف الجول ايوه كيبر ايوه بناء على ايه. بيقعد يكلمهم ده طبعا كاشف الملعب. امم يعني مثلا وهو اللي بيشوف الثغرات، اعتقد بيشوف طبعا الحتت هو الفاضيه بيبقى فين. كاشف كل حاجه. فبالتالي مثلا لو هو الديفندر الشخص اللي قدام اللي قدام الجول كيبر على طول، مثلا لو هو في حاجه هو مش شايفها وعينيه مش جايباها، بيبدا الجول كيبر هو اللي يديله الايه المعلومه. يقول له مثلا خد بالك اقفل شمال تعالى يمين وهكذا. فالجول كيبر لو احنا جينا نشوف مسؤوليه، وغير طبعا ان هو الحارس بتاع المرمى، فهو ليه مهام اكتر بكتير وكبيره جدا من ان هو ينزل يتعب عشان بس نبين ان حارس المرمى اتمرن. انا لما باجي ادرب حارس لا مرمى يفتح عليك. عمري ما بطلعه تعبان. هطلعك تعبان ليه؟ هو انت لو هدربك تحمل هدربك تحمل ليه؟ يعني انت اقنعني. هو تدريبه كله بيبقى عباره عن اكسبلوسيفنس، سترينث طبعا، موبيليتي، ازاي يلاند بشكل كويس، ازاي يتيك اوف بشكل كويس. بدربه اكسلريشن على فكره مهم جدا جدا اكسلريشن. طبعا ما بدربوش توب سبيد ابدا. انت عارف الهوب كونتينوس مش بديها امم لحراس المرمى. بقول طب انا بدل ما اديها له مفيده هيستفيد، بس بدل ما اديها له لا انا اديله حاجه اكسلريشن اكتر تساعدني في اسره الاكسلريشن اكتر. لان هو مش هيوصل لمرحله التوب سبيد الا بقى لو في حارس خد الكره وجري بيها. فعارف انت الحارس اللي ساعات بيعملوا قرر كده في المنتشر فيفا 98 الخماسي دي لما كنا بنلعبها بالظبط كده. بالماوس. بالظبط تجيب كده. الحارس تجيب بيه جوان. بالظبط. فهي دي طبعا مهمه الحارس ان هو يعني. وفي نفس الوقت الحارس في مصر البوزيشن بتاعه يعني مهدور حقه جدا يعني. مهدور حقه بشكل مبالغ فيه لان الناس كلها عايزه تطلع محمد صلاح. لا هو الحارس ده يعني ده دوره مهم جدا. في حركه بيعملوها عشان يشوف، بس دي بتتعمل اكتر في قطاع الناشئين والبراعم. بيبدا يشوف، بس دي بقى الناس اللي عندهم خبره قوي في الكره المصريه. يبدا المدرب يخش يبص يشوف عندهم كام حارس. لو لقى في امم حارس او اتنين يقول لك خلاص القطاع ده كده مش مركز مع اللعيبه بتاعته خالص. لو بدأ يلاقي بقى 6 حراس و5 وكده ولقى عدد كبير في القطاع حراس يقول لك لا ده كده فعلا مهتم، الناس دي فاهمه كوره. تخيل. فاهمك جدا. بيحكموا بناء على عدد الجول كيبرز هم قد ايه. فيا ريت ندي الجول كيبرز اهميه اكتر من كده يعني. ونبطل ندربهم تحمل. دي امنيه حياتي والله العظيم يعني. امنيه حياتي ان الجول الله كيبر ما ينور يتدربش عليك تحمل والله. والله. تعال نخش على عنصر جدلي شويه وهو البالانس. البالانس. البالانس يعني بالنسبه لي بعامله معامله الجنرال موفمنت اللي انا ذكرتها. لو اطلع دقائق 5 دقائق على التريدميل. البالانس انا بدربه ازاي؟ بدربه في وسط بلايمتريكس بشكل معين وعلى حسب احتياج اللاعب ده للبالانس. مثلا احتياج بتاع الباسكت للبالانس ان هو ينزل على رجل واحده وهكذا اكتر من لاعب الكوره. لان الجمبات في الباسكت والالتحامات وهكذا اكتر بكتير. السيتويشنز اللي فيها جمبات وان حد يخبطك كتير شويه. ففي دريل مثلا انا نزلت على انستجرام كذا مره بحبه جدا. ان اللاعب بتاع الباسكت بيقف على بوكس يعمل دب جمب ينط بعد كده ينزل على رجل واحده وهو لسه في الفلايت. بقوم ايه مديله زقه مثلا بايه بكوره او كده فيبدا ايه ان هو يلاند على رجل واحده وهو واخد زقه. موقف شبيه شويه. اه في ضغط عليه. بس انا مم. ما يعني مش بحب ان انا ادرب بالانس سبليت كده لوحده. اللي هو اقف على رجل واحده طب غمض عينك وابدا اصعبها له. طب ايه اقف على رجل واحده والمس كونز. لا احنا المفروض ندخله في فيز زي البلايمتريكس ان انا اعمل ميكس ما بين الحاجات دي. اللقطه انت مش بتحتاج انك تقف على رجل واحده في الملعب. يعني تمارين بالظبط. البالانس اللي احنا بنعملها دي كلها بالظبط. دي ليها علاقه بالجيم.
ملهاش اي علاقه بالظبط بالرياضه. بالظبط يعني انت بالظبط. في الرياضه مش تقف على رجل واحده وتغمض عينك ومفيش اي علاقه يعني. بالظبط. الرياضه بتحتاج منك بالانس دايناميك، انك نطيت بتنزل على رجل واحده او بتحط رجلك في بوزيشن عشان تكات، تبقى عارف انت رجلك فين في الهواء، ما تروحش وتتزحلق كده يعني. بالظبط which is اللي هي مرحله ادفانسد، لان انت يعني هي ممكن بالظبط يعني ترجمه اللي انت قلته ان الشخص بتاع الجيم هو مش اثليت، فبالتالي انا لما هوقف على رجل واحده كبالانس اسمها الريسبتورز اللي في الني وهكذا الحاجات دي بروبريسبتورز. بالظبط ان انا ابدا اكتيفيت الحاجات دي هتبقى جميله بالنسبه لحد هو مش اثليت. انما اه شخص كوره هوقف على رجل واحده هو بيستفيد ايه؟ انت لازم تدي له حاجه مور ادفانسد، حاجه في وسط هو الادفانسد سيتويشنز. ده مش البوسو بول، مش انك تقف على نص كوره برضه يا جماعه يعني. البوسوبول دي محتاجه حلقه لوحدها عشان انا يعني مش خناقات محتاجه، كتير. مش محتاجه حلقه. اه خناقات كتير خالص مهم يعني، عشان هي هتطول فيها لو دخلنا اه وبس. هنتكلم فيها فخلينا كتير يعني. نخش. فنعمل ايه بقى؟ فاحنا يعني ممكن لو في حد ما عندوش كوتش او او لاعب ما عندوش امكانيه ان هو يميكس البالانس وسط البلايمتريكس، ممكن تتدربها عادي منفصله، بس انت هتتدربها بعد الموبيليتي. يعني انت هتعمل موبيليتي بعد كده احنا نسينا برضو الترتيب ده، الترتيب ده مهم جدا عشان ممكن مم. الناس تتدرب بناء على الترتيب اللي احنا قلناه. هو يا جماعه الترتيب موبيليتي، ببدا بالجزء الموبيليتي مرونات. بالظبط المرونه الاول، بعد كده ببدا بالجزء البالانس، بعد كده ببدا بالجزء بتاع بلايمتريكس او الحاجات اللي فيها باور والسكيلز زي مثلا الحاجات اللي فيها سبيد واجيلتي، وبعد كده بيبقى جزء السترينث، بعد كده جزء التحمل. دي الترتيبه بتاعه التمرين بتاعنا. لكن طبعا احنا الترتيبه اللي اتكلمنا بيها هي ترتيبه العناصر. الاولويات. بالظبط الاولويات اه عامله ازاي. وبتنمي ايه قبل ايه؟ بالظبط. انما انت لو يعني مثلا تمرين زي البالانس اللي قلنا عليه في البلايمتريكس، انت ممكن تجامب فوق وتنزل على رجل واحده، ده بالانس. ممكن تنط لقدام وتنزل على رجل واحده، ده برضه بالانس. انك تلف وتنط وتنزل على رجل واحده، كل كله الحاجات اللي بالانس. فيها ان انت بتحاول تقابل الارض بروتيشنز، بدورانات في بالظبط اتجاهات مختلفه. هي دي هي دي اللي انت محتاجها في الرياضه يعني. بالظبط بالظبط. طيب العنصر بقى اللي بعد، احنا ما كلمناش برضه عن تمارين السرعه، خلي بالك. السرعه، التمارين السرعه يعني لو احنا هنيجي نقسمها لحاجتين، هنقول اكسلريشن وتوب سبيد. الاكسلريشن زي ما احنا قلنا هو التيكنج اوف او السبرنت من وضع السكون او التسارع، ان انا اكون بجري بسرعه معينه بعد كده ابدا اسرع. وزي ما اتفقنا هي حاجه محتاجه فورس اعلى. فمثلا لو انا هاجي اتدرب حاجه ليها علاقه بسرعه، في اسهل دريل في الدنيا ان في حد تلبس باند مثلا وحد يمسكك، فتبدا تاخد فيرست 3 ستيبس اقوياء جدا وتجيب اخرك فيهم، واللي وراك يكون ماسكك جامد. طيب لو انا هاجي بقى اطبق نفس التمرين ده عشان انمي حاجه ليها علاقه بالتوب سبيد اكتر، فانا هبدا ارخي البند حبه حلوين. كذلك في السلed اللي احنا بنربط وزن على وسطنا وبنجري بيه، لو انا محمل وزن تقيل فانا هبدا انمي الجزء بتاع الاكسلريشن اكتر، ولازم هاخد خطوات بسيطه، ممكن توصل مثلا ل6 خطوات يمين شمال يمين شمال يمين شمال. ولكن لو انا جيت حطيت وزن مثلا، هي كان ليها حسبه معينه بس انا مش متذكرها الصراحه، ليها علاقه ان بوزن هي ما الجسم. تقللش سرعتك 10% او 15%. ايوه حاجه كده، هي كان ليها برسنتج معينه مش فاكرها من 10 الصراحه. 15%. دي كده توب سبيد. تمام. بس ففي تاني دريلات للسرعه، ان انت تتيك اوف من بوزيشن صعب، في وضع الهاف نيلينج بوزيشن اللي هو وضع اللونج. على ركبه ونص، وضع الطعن يعني. بالظبط كده، وضع الطعن. لما انت بتتيك اوف من عليه انت كده بتنمي الجزء بتاع الاكسلريشن، عشان انت عملت تيكنج اوف من وضع صعب شويه. في لو انت عملت ريفرس جامب لورا، انت كده خليت جسمك في زي انيرشيا او القصور الذاتي لورا، فانت بتبدا تواجه القصور الذاتي ده بديسيلريشن، فبتطلع اكسلريشن اكتر. عارف الدريل ده؟ انت تعمل ريفرس جامب طبعا وبعد كده تجري. الدريل ده ممتاز. الدريل ده الدريل ده ممتاز عامه بنستخدمه للناس اللي راجعه من اكيلس رابتشر، والله. الناس اللي جالها قطع في وتر اكيلس. اوكي الناس اصلا يعني الاساس في قطع وتر اكيلس انك بتحط رجلك وراك بسرعه فبيتقطع. يعني الناس اللي تمام. بتقطع وتر اخيل اللي هو عند السمان، هو ده اللي الميكانيزم. هو يرجع لورا برجليه ياخد خطوه لورا سريعه والتانية بتبقى ثابته. فيقوم مقطوع.
اوكي تمام. فلما بنيجي نرجعه لازم نخليه يعمل البوزيشنز دي. فالتمرين ده من التمارين حلو اللي جدا. منها ما, يعني ما كنتش اعرف موضوع الاكيليز ده الصراحه فايده يعني. زياده للتمرين يعني. انا بدوس على طول اللي هو يلا عشان نخليك سريع يعني. بس فبعد تبقى ما سريع وفرصه اصاباتك اقل في الاكيلز باذن الله. بالظبط. الفيز اللي طيب بعدها هي الاجيليتي. اجيليتي وانا ما عنديش سرعه، ما فيش حاجه اسمها اجيليتي. في بقى في بوينت ممكن مش عارف هل هي وصلت للناس او هي اتذكرت في حلقات قبل كده معاك. بس الاجيليتي هي بس الفيز اللي انا بغير في اتجاه جسمي. وانس اللي انا غيرت الاتجاه بتكنيك معين بقى، سواء شافل او كات او اي حاجه، انا بخش في الفيز بتاعت ايه؟ اكسلريشن تاني. جري بقى. بالظبط. فهي الفكره كلها ان هو الاساس الاكسلريشن، ولو رجعنا الاكسلريشن هيبقى السترينث وهكذا. فهي ترتيبتها كده. الاجيليتي وانس اللي انا يا جماعه غيرت اتجاه جسمي، انت خلاص يعني انت بتجري كده 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 كده، هتغير كده اللحظه اللي انت بتديسيلريت فيها وتغير اتجاه جسمك، انت دخلت في مرحله اكسلريشن تاني وهكذا. فهي دي الاجيلتي. دلوقتي الناس بقت تركز في الاجيلتي طبعا تكنيكس. انا شفت الفيديو بتاعك كان رائع، الشافل والكات ممتاز والله العظيم. وفي معلومه اخويا يعني الكاتنج كان في جزئيه برضو مش واصله لي قوي، ففهمتها والله منك بشكل جميل جدا يعني. فجزاك الله كل سمسم. خير. لا والله يعني ما ينفعش بقى، ما ينفعش اشكر فيك قدام الناس نقضي بودكاست يعني. كفايه الوصله اللي انا عملتها في الاول يعني، بس يعني انت حبيبي والله يا ابني. ربنا ربنا يكرمك. يعلم. ربنا يكرمك. اخويا بس فالناس دلوقتي مركزين في حته الرياكشن، امتى اغير اتجاه جسمي واغيره ازاي. بس هي دي الاجيلتي. اهم حاجه ان احنا ندخل وبرد فيها. فعل. بالظبط، ندخل فيها ده اللي رياكشنز. انت كنت لسه هتقوله. بالظبط كده. انت لو ايوه حطيت 2 كونز، وقفت اللاعب في النص وخليته مثلا يعمل حركه زي فوت فاير اللي هو يخبط برجليه ايه سريع، وبدات انت تشاور له يمين وهو يجري يمين ويجري شمال بالاشاره بتاعتك، خلاص ده كده انت ضربت اجيلتي بشكل كويس جدا. لو عايز تدي سيتويشن مشابه شويه للعبه، ممكن تدخل كوره على فكره عادي جدا. بس محتاج بقى دريلات كده جيمز بشكل ظريف يعني. وكله طبعا على حسب فاهمك جدا. السيزون، انت فين في السيزون وهكذا يعني. اخر حاجه اعتقد بقى فاضل لنا عنصر التحمل بس. الاستامينا. الاستامينا بقى كنت انت عارف الفرق ما بين الاستامينا والانديورنس؟ في ما خدناش دي في الكورسز بس خدناهاش في يعني. الكلاسز في ناس خالص. بتسمي استامنا غير انديورنس، ده حقيقي بالظبط. انا عارف. الفكره ان الاثنين لو لو احنا ورك جينا. كاباسيتي تقريبا. بالظبط، بس سعه احنا هنقولها او بالبلدي شويه. ما اعرفش اسمها بالعربي صح. اه احنا هنقولها بالبلدي حتى مش بالعربي. الفرق ما بين الانديورنس والاستامينا، الانديورنس دايما يعني بتكون على حاجه سبيسيفيك، انما الاستامينا هو التحمل اوفرول. يعني ايه؟ لو انت جيت ترجمت الكلمتين هتلاقي تحمل وتحمل. فهتيجي مثلا على حته الانديورنس، فاحنا ممكن نتكلم على الايه، على الماسكولار انديورنس عندك، على الكارديو فاسكولار انديورنس. تقدر الاستامينا بقى تحدده في حاجه يعني. بالظبط، اه الاستامينا هي كل حاجه، تحمل العضلات بتاعك، تحمل الجهاز الدوري التنفسي، وضيف كده بقى هو التحمل المنتال بتاعك والسايكولوجيكال، تحملك النفسي والذهني. في لعيبه كتير جدا 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 يا عبد الرحمن مش بيحبوا يتعبوا، او من الاخر امم بيستسلم بسهوله. هو يقدر يدوس الدوسه الاخرانيه تمام، بس مش بيعمل كده. في ماتشات معينه طبعا وحاجات معينه، الموضوع بيبقى ليه علاقه بجزء نفسي وتحفيزي وتشجيعي بشكل كبير جدا جدا جدا. هي دي الكوره. في ظاهره موجوده، ودي هتلاقيها اكتر في الناشئين. انت عارف الناشئين الموضوع حلو في ايه؟ في كتر اللعيبه. انت لو ماسك فيرست تيم انت اخر تعمل 20 لاعب وشكرا. مش السهل ان انت تمر بكل المواقف. بس في بقى لعيبه كده يقول لك يعني، مدرب كوره، مدربين الكوره بتوع القطاعات بالذات الناشئين وكده اللي هم بيبقى معاهم لعيبه كتيره جدا، لو جيت سالته هيقول لك ده في لاعب كان طول الموسم يعني اي كلام وكنا هنمشيه اصلا، وجه في ماتش معين عمل حاجات مش طبيعيه. ودي برضو كانت موجوده، حصلت لنا في موقف في البطوله اللي احنا كنا فيها في باريس. كان في لاعب هو فعلا شبه خلاص يعني المدرب، طب انت جيت ليه؟ انت مسافر ليه وجاي فرنسا وتعب نفسك ليه؟ تمام.
بدأنا احنا نشجعه بشكل معين ونضغط عليه بشكل معين. اللاعب نزل اقسم بالله تحول. يعني هو غالبا الشوط الثاني ده اول ما بدأ زي ما نهينا الماتش. يعني في اخر الماتش عمل سبرنت غريب، سبق الناس كلها تعبت، عمل سبرنت رهيب. هو ايه اللي حصل في اللاعب؟ ما شاء الله. التحمل زاد. اه لو هتيجي بقى انت تقيس بقى في اوتو ماكس ولاكتيت ثريشولد لاكت وي وي وي، الثريشولد بتاعه ما لا اتحركش. احنا خلاص احنا اوريدي ايوه. بننافس، احنا بننافس دلوقتي. وعايز اقول لك ان مم. السبرنت بتاعه ده كان سبب فوز، ممكن يكون سبب فوز البطوله كلها، مش متذكر صح النتائج، بس انا عمري ما هنسى ان السبرنت ده كان ليه فاليو رهيبه على البطوله كلها. فجزء اهو اللي حصل ده كان عامل نفسي. هو ما كانش عايز يجري لسبب معين، ممكن يكون بقى في السن الصغير مثلا، ده هو كان 2009، السن الصغير ده ممكن تكون عوامل كتير. عارف ممكن يكون بيفكر في ايه؟ انا عايز اجيب جول. ده كان ممكن يكون بس بيفكر عايز اه اجيب جول عشان اخد صوره وانزلها على انستجرام، فيخسرك البطوله كلها بسبب الفكره دي. انت متخيل؟ فانا بحاول اجيب سيتويشنز غريبه شويه، عشان هو الكرة او الكومبيتيشن او المنافسه هي يا جماعه مش ورقه وقلم ويلا ونحسب وانت الفي اوتو ماكس. انا هكلمك على الفي اوتو ماكس عشان انا جامد جدا وهقول لك كلام عمرك ما سمعته في اه حياتك. وبقى لاكتيت ثريشولد بقى تعالى ناخد عينه واحنا بنعمل في اوتو ماكس تيست وبتاع، لا. يعني الموضوع مختلف، ان انت تشتغل على المنتاليتي لاعب. طبعا اللي فاهم في الجزء ده الناس بتوع عامل النفس الرياضي، يعني هم فاهمين اكتر مني بكتير في الجزئيه دي. وانت استضفت حد ليه علاقه بالجزء ده؟ كابتن هيثم. يا ريت. اه انا طبعا. لازم هتفرج على حلقه زي كده يعني. يعني لازم هتفرج عليها لان هو عامل حلقة هتعجبك. عامل رهيب، عامل رهيب يعني، عامل بجد رهيب. بس العامل النفسي داخل في الجزء بتاع التحمل، ان في لعيبه ممكن يبيع القضيه، يبيع فرقته، اخسروا بس انا امم. مش هتعب، مش ههين نفسي. في لعيبه فعلا بتوصل ايوه. للمرحله دي، ولو انت اشتغلت بس على العامل النفسي بتاع التحمل هيزيد. انا بحاول اقول كلام مش في النطاق اللي الناس ممكن تكون حابه تسمعه قوي. هم الناس دايما تحب تسمع تمارين او حاجه محدده، بس الكلام اللي احنا بنقوله هو يعني مفيد اكتر او واقعي بمعنى اصح يعني. بس تعال نرجع بقى للورقه والقلم تاني. احنا او التحمل نمرنهم ازاي يعني. نمرنهم ازاي؟ بس هو كان برضو معلش المقاطعة انا اسف. اه اللي انت بتقوله ده هو اللي بيخلي للبودكاست ده قيمة. اه ان هو انت ممكن تروح تجيب التمرينة من اي حتة من عادي على يعني. جوجل عادي. هتلاقي تمارين انا لذيذة بحاول او انقل افتح خبرات الكتاب واقرا معينه شوية. الواحد اخدها يعني ايوه انت واستفاد بيها بتلاقي بجد حاجة يعني. يعني دي الخبرة الإنسانية يعني. بالظبط بالظبط. هي فعلا الحاجات دي هي كل حاجه. لان انا شغلي في لافيينا مختلف شويه، لان احنا تدريبنا الكروي ماشي بسياسات مختلفه شويه عن اي قطاع في مصر. الموضوع مش ماشي. في بعض الناس متخيلين ان هو ده تدريب بدني يلا نعمل سلم وبتاع، لا الموضوع مش بيمشي كده خالص خالص خالص. لما بتخش في وسط الحاجه الموضوع بيبقى مختلف تماما. وشويه النولج اللي انت ذاكرتهم واكتسبتهم تطبيقهم مش بيكون اللي في دماغك، او مش معنى ان المدرسه اللي انت ذاكرت منها اللي اديتك معطيات معينه مش شرط يكون هي دي مطابقه للحاجات دي. يعني احنا لو جينا طبقنا اكسوس على قطاع احنا هنموت، احنا هنموت. تطبق اكسوس على قطاع مثلا في حوالي 300 لاعب ولا 400 لاعب او يا سيدي 200، انت محتاج تجيب على الاقل مدرب لكل 5 تقريبا. انت فاهم قصدي؟ فهي مش بتمشي، رغم ان اكسوس طبعا هي من اكبر المؤسسات ومن اه اقوى الكورسز في السبورتس وكانت برفورمانس بتمرن ألمانيا برضو يعني وصلوا بالظبط. لنتائج عالية جدا في كأس عالم أصلا. بالظبط بالظبط بالظبط. هم يعني هم عتاو المدرسه الامريكيه عامه هي متفوقه في أجمد كره القدم. من أجمد في البدني. اه طبعا. هي خلاص هي كده المسلطنه على العرش. اي دلوقتي نادي كبير اوروبي هو بيستعين بالمدرسه الامريكيه في تدريب اللاعبين. حته الميكس الظريف اللي بتوع اكسوس عملوه، اللي هو سرعه تعال نروح لملوك السرعه، اجيليتي تعال نروح لبتوع الامريكان فوتبول او الرجبي ملوك الاجيليتي، بنتكلم في سترينث تعال نروح للناس بتوع الباور ليفتنج وهكذا. فكره يعني بيرجع الاساس كل واحد. دي كانت المدرسه الامريكيه هي الاساس في الجزئيه دي يعني. أنا بس في حاجة لازم أقولها. اه يعني أنا بحاول أسمعنا من محتوى من نظرة الشخص التالت اللي هو الشخص اللي بيسمع البودكاست. إحنا متحاملين على العلم شوية. اه بس يعني إحنا بندرس يا جماعة. إحنا أصلا يعني أنا أصلا كنت بدح في المجال. يعني اللي هو بقى بقعد أبحاث علمية وهنقرا كتاب ومش عارف إيه ونسمع.
ولا زلت بعرف في المجال وبكتسب علوم. بس احنا يعني الحمد لله لازلنا بنتعلم وكل حاجه. كنت زمان بقول الخبره دي ايه يا عم، خبره ايه يعني؟ ما انت تقرا هتتعلم في حاجات. الخبره لوحدها من غير قرايه عمرك في حياتك توصل لحته، وفي حاجات القرايه من غير خبره عمرك في حياتك توصل لحته، بس بمنتهى البساطه يعني. فاحنا يعني عشان قرينا شويه واشتغلنا شويه فبقى عندنا قدر ما من الميكس يعني اللذيذ ده. بالظبط. بص، شايف الازازه دي؟ دي اه دي النولج. خلاص، الازازه دي فاضيه، تيجي تملاها، دي الخبره. الشخص اللي عنده نولج، تمام، هو ازازه فاضيه. النولج دي بتديك كده املا يا معلم. خلاص، اتحطيت في سيتويشن، تمام، سيتويشنز مره، وغلطت مره واثنين وثلاثه واربعه، واتحطيت في ديفرنت سيتويشن، فكل ده عمال بتملى الازازه بتاعتك. تمام. طيب، عارف بقى ساعات بتحصل كتير جدا 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 الازازه بتاعتك تتملي، هتقفلها وتحطها على جنب وتروح زي الشاطر تجيب ازازه فاضيه تاني. زي الشاطر دي بقى وتجيب ازازه تاني، ايا كان بقى انت المرحله بتاعتك ايه. هتبحث عن حاجه معينه، هتعمل ريسيرش مثلا، هتعمل ماستر، هتاخد كورس جديد، انت كده بتجيب ازازه فاضيه جميله وتبدا تملاها تاني وتالت. فده مبدا يعني ثابت. شكرا. الانالوجي ده كريتيف جدا صراحه. ربنا يكرمك. الله ينور عليك حبيبي. فهو فعلا عامل الخبره هو مهم جدا، بس انت عشان تكون، بس احنا بس احنا كده بنتكلم كمدربين يعني، مش كلاعيبه يعني. انت لاعب ركز في لعبتك. المدرب لازم ان انت تكون شاطر جدا في حته انا امتى الازازه بتاعتي اتملت. خلاص، اكون صريح معاك في حاجه، انا حاسس ان انا الازازه بتاعتي اتملت، حاسس ان انا محتاج ادرس حاجات اصعب عشان ابدا اجين فيها اكسبيرينس، وهكذا. يعني انا حاسس ان انا كمحمد سمير في المرحله دي دلوقتي، فعشان كده لو تفتكر الايام اللي فاتت انا كنت عمال ايه، كنت ما تيجي يا بتقول عبد الرحمن ناخد كذا، ما تيجي ندرس مش عارف ايه وبتاع وهكذا. خلاص، لان انا حسيت وصلت يعني خلاص، يلا يا ابني اعمل كذا 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 ومش عارف ايه، خلاص الدنيا بقت الدنيا خلاص بقى اه بتلم، خلاص، الحمد لله عينيك ما الاصابات بتلقطش حاجات قليله. جديده قوي. بالظبط، اصابات قليله، نتائج اه حلوه، فل. مش هنحتاج حاجه تانية اكتر لا من لا كده. نطور بقى. ايوه ايوه. نقفل انا بقى بس انا عايز اقول الاستامينا. حاجه معلش تعقيبا ليك. اه. انت كرياضي انا مختلف معاك ان هو ما يسمعش الكلام ده، لا يسمع الكلام ده. لان انت للاسف هنا، بص هو مش للاسف، هو اي حد مش محدش هيعرف لك مصلحتك اكتر منك. فاللي احنا بنتكلم عنه حتى لو هو معقد عليك، معلش. ما هو انت الناس مش هتساعدك كفايه، خلينا برضو نكون واقعيين. فانت اللي بتساعد نفسك. اغلب الرياضيين اللي انا مرنتهم على ليفل عالي والله العظيم في منهم واخدين كورسات في المجال بتاعنا، هم فاهمين في كل حاجه ودارسين عشان يعرف حتى يختار مدرب صح يمرنه. بالظبط. يعني انا هعرف منين اجيب الشخص اللي اسمع له؟ لما يكون انت عندك وعي شويه عالي. كنا بنتكلم في ده في بودكاست مع دكتور محمود فرج، اللي هو مين اللي بيقول ان انا بفهم وانت بتفهم؟ الشخص بالظبط. اللي بيسمع. لو بالظبط. انت بتفهمش انا هقول اي حاجه وانت هتصدقها بالظبط. يعني، او مش هتصدقها، لان انت مش هيبقى عندك برضو المرجعيه اللي تعرف هو انا بتكلم صح ولا غلط يعني. بالظبط. بالظبط. لا، انت فعلا مهمه يعني. فعلا معاك حق ان المدرب اللاعب لازم يكون مؤهل ان هو يبقى فاهم المدرب اللي قدامه ده هو فاهم ولا لا يعني. بس يعني خلينا نقول معظم اللعيبه ما عندهاش الثقافات دي، وصعب شويه يعني. انت لما بتيجي تتعامل مع لعيبه الموضوع وضع مختلف شويه يعني. انا معايا لاعب، انا ممكن اذكر اسمه عادي، هو مغربي، هو لاعب في الاهلي، معار لسموحه فيرست تيم. مغربي مثقف جدا يعني. مغربي تقريبا ما لو شاء الله. مسكناه فرق مثلا هيبقى احسن من مدربين كتير. لان هو لما اتصاب سافر المانيا وبدا يعمل حاجات كتير. وكان في الاول حاططني تحت الاختبار، اللي هو طب كابتن سمير انت ايه هتعمل معانا ايه بقى، وريني كده. انت فاهم بتعمل قصدي؟ ده ليه؟ اشمعنى بالظبط. التمرين تقول لي ما اعملش ده؟ بس هل ايوه الناس، هل اللعيبه كلهم كده؟ لا. احترم ده جدا صراحه طبعا. في لعيبه مش كده. بس اقول لك على حاجه، في بعض الاحيان اللاعب مش مطالب منه برضه انه يكون مثقف عشان ما يبقاش بريشر. هو في الاخر اللاعب بيأدي وظيفه معينه، طالما انت كلاعب كره الكارير بتاعك ان انت تأدي الانستراكشن بتاع المدرب، ومهاراتك البدنيه تسمح لك والذهنيه، جو اهيد. اي حاجه غير لو كده هي لقيت بتبقى حد رفاهيات خلاص شويه. تثق فيه ما تفكرش، خليه هو يشيل مسؤوليه التفكير، انت بالظبط. شيل مسؤوليه نفسك. بس الفكره انك تلاقي بقى. بالظبط. نتكلم عن ناس يعني اللي حظهم مش عالي قوي يعني. بالظبط. يلا نخش على الاستامينا. اه التمرينه.
احنا يعني بس انا رولر كوستر ملاهي. احنا هنتكلم مع الاستامينا بشكل بسيط شويه. اه اسهل طريقه ممكن تجيب بيها استامينا هي الجري، صح؟ الجري دايما مش محتاج معدات، انت محتاج شارع وانت اللي متحكم في سرعتك والدنيا ظريفه جدا. فالجري الانترفل ده هيساعدك. الانترفل اللي انت تجري مثلا سبرنت او تعمل حاجه صعبه سبرنت مثلا بسرعه عاليه جدا وتريح 20 ثانيه، دي من انسب سيرفر يعني إيه الحاجات. بالعربي؟ اللي هي سيرفر يعني فتري. متردد مش فاكر الصراحه. فتري. لو انت يعني بتجري سبرنت مثلا 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه، تجري سبرنت 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وهكذا. لو عملت كده مثلا 10 مرات دي حاجه رائعه جدا، هتنمي النفس بتاعك تجاه الجزئيه اللي في الكوره. في ناس ودي حاجه بجد بتستفزني جدا يقول لك في جوجينج في الملعب كتير، فبيجري اللاعب جوجينج. انت بتعمل ايه؟ هو الجونج ده اللي هو لاعب جري خفيف يعني. جري خفيف خالص. اه انت بتعمل ايه؟ لاعب كرة قدم مش هيعرف يجوج يعني ازاي؟ انت لو عايز تحط اللاعب في حتة ان انا هجري وانا تعبان، طب ما تحطه في السيتويشن ده. البيب تيست مثلا، البيب تيست هو اكتر حاجة مشابهة لمواقف الكورة. ان احنا لما جينا عملنا في احصائيات في الدوري الاسباني والبريمير ليج، ان اللاعب على حسب طبعا البوزيشن، اكتر حد ممكن يجري سبرنتات كتير هو الميد فيلدر، الشخص اللي في نص الملعب. ممكن يقطع حوالي 800 متر سبرنتات. سبرنتات احنا بنتكلم على الماكسيمم ال 100%. والباقي او الاغلبيه، او مش الاغلبيه يعني غالبا المتبقي من النص ممكن يتجري بمسافات سريعه شويه. ليه؟ لان ده بيفرق في البوزيشننج. لما بيجي مثلا هجمه تلاقي اللعيبه كلها، هو يعني لو محتاج يفتح سبرنت بيفتح سبرنت، بس في لعيب تاني هو اوريدي بيجري مثلا من 80% من الماكسيمم سبيد بتاعته عشان يقف في البوزيشن الصح كتاكتيكال يعني. فالجاريه فاهمك جدا. المتوسطه او السرعه اللي هي بتاعت مش عارف السرعه بتاعت السباق ال 800 متر، ايوه دي مهمه جدا. لان في هجمات بتفشل بسبب البوزيشننج، اللي هو انت كنت المفروض تبقى هنا، انت مش موجود هنا ازاي؟ بسبب ان انت تعبت وما عرفتش تجري بالسرعه دي. اكتر حاجه قريبه لحاجه زي كده البيب تيست. البيب تيست بيقيس كل ده. انت بتجري بجاريه يعني شبه متوسطه، انت مش بتجري سبرنت يعني بيجري سبرنت في اول البيب تيست انت خلاص انت هتقع، بيفرهد طبعا. هتفرد ومش هتجيب مش عارف الرقم ينظم بتاعك. نفسه. بالظبط. فالبيب تيست يعتبر الحته اللي في النص قوي. فلو انت ممكن تتدرب بيب تيست عادي، يعني ممكن اللاعب يتدرب بيب تيست تو فيلير. بس طبعا احنا بنقول الكلام ده على يعني انت عشان تتدرب تمرينه كويسه، هي بتبقى على حسب السيزون يا جماعه وهكذا، عشان بس محدش ينفذ على طول ويكون وراه ماتش مثلا تاني يوم يدعي علينا. فلازم يكون انت عشان تتدرب تمرين زي كده لازم تكون في وضع مريح. بكره وراك باسيف ريست، راحه سلبيه وهكذا. اخر بقى جزء حابب اقوله، ان انت يعني يفضل ان انت ممكن تتدرب حاجه ما فيهاش كونتاكتس في حته النفس. يعني انت ممكن لو انت عندك الامكانيات طبعا في الرور، في الاير بايك، حاجات ما فيهاش خبطات. عشان ما تحطش حمل على رجلك زياده بالظبط. اصلا. انا في البيك بعمل مم. كده، بميكس ما بين الاثنين. بدل لما هدي الشخص تدريب التحمل كلها جري ودي خبطات كونتاكتس مع الارض عمال على بطال، انا عايز اقللها. روح يا سيدي طلعها في الماتش احسن ما تطلعها عندي. انا عندي الفاريشنز اللي انا اخليك تستفيد. فاخليه يعني مثلا جزء على الرور ما فيهوش خبطات على الارض، والجزء الثاني ايه جري، بدل ما اخلي كله ايه عباره عن جري. دي يعني من التريكات اللي انا نصيحه جميله جدا بستخدمها طبعا. بالظبط. لان يعني مش شرط تجري، بالظبط. عندك equipment تانية تديلك تخلي بالظبط. قلبك يشتغل بنفس المقدار يعمله. بالظبط. لو انت الباتري بتاعتك مثلا، طبعا فرضا دي كلها فرضيات ما فيش حاجه اسمها كده يعني، بس فرضا ان انت ليك 1000 كونتاكت مثلا، خلاص 1000 خبطة على الأرض. 1000 خبط على الارض. 1000 واحد تبتدي يبقى ده لود زيادة. بالظبط. اه فانت يعني خلي ال1000 دول مثلا 500 للماتش، وبدل ما انا مثلا هحرق لك ال1000 كلهم في تمرينه، فانا هاخد 500 للتمرينه و500 اروح اطلعهم في الماتش احسن. اللي هو في بعض اللعيبه يقول لي يا كابتن يعني مش فاهم، طب ما انا كده كده بجري في الماتش. فبقول له ماشي يا سيدي، يعني طالما انا عندي الامكانيه ليه اجريك؟ ما انا اقدر استهدف الجزئيه دي بحاجه تانية غير الجري. ولو هنتكلم بقى على السبيسيفيسيتي او التدريب الخصوصي قوي للجري، فانا كمان بدربك جري.
يعني بعمل لك الاثنين بس مش 100% جري. وساعات بقى طبعا فاهمك بيبقى على ده. حسب السيزون بقى يعني، وعلى حسب الشباب بيعملوا ايه وكده يعني. في النهايه شغلانتنا ان انت تتمرن رياضتك احسن، مش انك تتمرن في الجيم احسن. بالظبط. يعني بالظبط. يعني كل ما ابقى مخليك فايق في تمرينتك بوصل لنتائج، انا كده جامد. مش بالظبط. المفروض تطلع من عندي خلصان ورجليك شاده 100% وعندك تمرينه بكره مهمه مش قادر تعمل فيها حاجه. بالظبط. الله ينور عليك يا كابتن سمير والله. ربنا يكرمك يا كابتن عبد الرحمن. انا بص بجد يعني اتبسطت والله جدا ان انا بقى كتير ما شفتكش، ده فيصادف ان حقيقي انا والله، اشوفك احنا كده. الشغل واخدنا والله. اكيد، بس هشوفك اكيد قريب باذن الله. ان شاء الله يا اخويا والله. بص يعني انا مبسوط بالحلقه دي. ربنا في ناس يكرمك. ما تعرفش ان احنا اشتغلنا مع بعض سنين، بس احنا بقالنا كذا سنه بعاد عن بعض. بقالنا قد ايه مثلا سمير؟ 3 سنين، اه بقى سنتين شغالين وشويه. مع بعض من اه 2000 و بقالنا. 2021 احنا يعني. كل فتره الكليه اشتغلناها سوا بالظبط. يعتبر يعني. لا هي بس احنا بقالنا كفترة كذا من سنه. 2017 ل اه 2021 احنا مقضيينها شغل مع بعض. من اول بقى اه 2021 تقريبا. واحنا بدأنا ساعات بقى ما دخلنا في كل واحد بقى المواعيد يمشي في دي. سكته بقى. بالظبط كده. ايوه ايوه. فيعني في حاجات انت بتقولها انا عارف ان انت سمعتهاش مني، في حاجات انا بقولها انت عارف ان انا سمعتهاش منك، واحنا مش بنذاكر لنفس الناس. فانت بتقول حاجات يعني مثلا حته الجري والجوجينج دي، انا عارف انك مش متابع جيد لمايك بويل مثلا. ما اعتقدش ان انت بتسمع كل الكلام اللي هو بيقوله وبتقرا الكتب ممكن. بتاعته، بس هو بيقول كده. اه. انا جايبها من عنده، انت جايبها من حته تانية. بالظبط. فانا بالنسبه لي برضو عارف اللي هي التواتر، اه اللي هو انت عندك كذا حد بينقل نفس الحاجه، فانت لو تبادل. بتسمع نفس الحاجه من كذا حته خلاص تعرف ان الحاجه بيحصل. دي بتبقى موثقة الحاجه دي شوية. عليها ختم يعني. ربنا يديم عليك نجاح وحبيبي ان شاء يا الله. رب. انا وانت يا كابتن عبد الرحمن، واتبسطت والله جدا جدا من الحلقه دي، وانا وان شاء والله الله بجد بجد تكون يعني. مفيده يعني باذن الله للناس. اهم حاجه الناس يا يكونوا رب. مستفيدين، وان احنا بنأدي رساله في الاول وفي الاخر يعني. فربنا يكرم. وفي حاجات كتير كان نفسي نتكلم فيها والله، بس يعني الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي اعتقد تفيد الاغلبيه العامه يعني باذن الله. ان شاء سيبوا الله. لنا في الكومنتات بقى الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها، لو عايزين نعمل حلقه تاني نكمل فيها بقيه الكلام ده. ان شاء الله. وسيب الاكونت بتاع كابتن سمير في الديسكربشن بتاع الفيديو. نورتني يا حبيبي. ربنا يكرمك يا كابتن عبد الرحمن. يلا اخرنك على الشغل بقى. مفيش مشكله. اشوفك ان شاء يلا الله حبيبي، بخير ان شاء الله. مع السلامه. مع الف سلامه يا حبيبي. مع السلامه.